من اسهل الحلويات اللي بتتعمل في دقايق وبتتاكل في ثواني، البانكيك. ومقاديره سهلة وبسيطة، ملوش مقادير اصلا، مقاديره سهلة خالص وموجودة يعني. هننزل ببيضة عليها معلقة فانيليا، بيضة واحدة، وهنحط عليهم نص كوباية سكر، وهنضربهم كويس جدا جدا لحد ما السكر يدوب خالص والبيض يغير لونه ويفتح درجتين مثلا. ويفضل يكون بيض ابيض او احمر من اللي هو الكبير، بلاش بيض بلدي في الحلويات، مش بيتفاعل زي البيض الكبير. بيض بلدي حلو للاكل مش للحلويات. نضربهم كده والبيض بدأ يفتح لونه خالص اهو، والسكر بيدوب زي ما انتوا شايفين كده بالظبط كده. هننزل عليهم بربع كوباية زيت، يبقى نص كوباية سكر وربع كوباية زيت. ونص كوباية لبن، ننزل عليهم بنص كوباية لبن كده ونضربهم ضربة كويسة. والله مقاديره سهلة جدا يعني. بيضة، نص كوباية سكر، نص كوباية لبن، ربع كوباية زيت، وكوباية دقيق، وعليها معلقة بيكنج باودر، لحد ما القوام يبقى كده ومفيش اي سكر ولا اي تكتلات فيه. ننزل بكوباية الدقيق اللي عليها معلقة بيكنج باودر، ونقلبهم بقى تقليبة كويسة لحد ما القوام يتماسك معانا. في اتجاه واحد زي الكيكة بالظبط. ومش عاوزينه خفيف ومش عاوزينه تقيل برضو، عاوزينه متماسك ووسط. البانكيك من ألذ الحلويات والكيكات بأمانة. القوام كده بالظبط، مش تقيل ومش خفيف. سيبه بس يرتاح 3-4 دقايق على ما نسخن الطاسة. دي طاسة مش بتلزق، وممكن زيادة امان نديها مسحة زيت بسيطة قوي. هنصب الخليط في حاجة زي كده، ازازة من بتاعة الصوصات او العسل، لو مفيش ازازة مياه معدنية صغيرة عادية جدا، وهنعمل فتحة في الغطا بتاعها من فوق ونحط الخليط فيها، هتدينا نفس النتيجة. ونبدأ ننزل كده، وياريت كلهم يبقوا قد بعض او شكل بعض يعني. واول ما يبدأوا يعملوا كده من فوق زي فقاعات هوا ويخرجوا الهوا اللي فيهم كده، نقلبها على طول. ما بتاخدش ثواني يا جماعة على النار عشان ما تتحرقش. ونقلبهم بتشمع من تحت، ما بتتحمرش، بتشمع بس، ونبدأ نرفعها من على النار. وهكذا بقى لحد ما نخلص الكمية اللي معانا. كوباية الدقيق دي بتعمل كمية كويسة والله. على نار هادية طبعا عشان ما يتحرقش، يعني نسخن الطاسة الاول تسخن وبعد كده نهدي النار. واول ما شكله يتغير من فوق ويعمل فقاعات هوا كده، بنقلبها على طول، ما بنستناش عليها. ندخل بالمعلقة بس كده، بكل سهولة بتتقلب. واحلى حاجة في البانكيك ان بيتاكل باي طريقة او باي صوص، ممكن صوص شوكولاتة، ممكن صوص حليب مكثف محلى، كراميل، بيستاشيو، لوتس، اي حاجة. ممكن عسل ابيض وموز، بيبقى طعمه تحفة مع اي حاجة بصراحة. هعمل لكم فيديو مخصوص للصوصات، هعمل لكم فيه كل الصوصات اللي تنفع البانكيك والكيكات عامة والحلويات. شوفوا كوباية الدقيق عملت كمية ازاي، يعني كل ده بكوباية دقيق واحدة.
ممكن نزينه بصوص شوكولات، ممكن حليب مكثف محلى، ممكن عسل ابيض وموز، ممكن كراميل، زي ما انتوا عاوزين. بيبقى تحفة في كل حالاته. شوفولي الجمال والحلاوة، لازم تجربوه.